مرحبا أعظم شيفات، شلونكم؟ إن شاء الله بخير تكونون. اليوم نقدم لكم قهوة شوكليتية. مقاديرها تتكون من 2 ملعقة كوب نشا، 2 ملعقة كوب حليب، و2 قدح ماء. نحتاج ملعقة كوب سكر، و2 ملعقة كوب قهوة، و9 قطع شوكليت. أي نوعية شوكليت تحبوها استخدموها، تكون صادة. نبدي الآن مكونات. نمزج المكونات مع بعضها إلى أن تتجانس. قم بعد ذلك بوضع قطع الشوكليت على المزيج، والآن نضع كوبين الماء نحركه حتى يمتزج مع الماء، نخليه على النار حتى تذوب قطع الشوكليت. شوفوا بدأت تذوب شوية شوية. تلاحظون بدأت تصير بيه مثل القشفة. هاي راح تنطي شكل حلو للقهوة. نستمر تحريكها حتى تذوب قطع الشوكليت ونرجع لكم. المقادير موجودة نهاية الصفحة، أتمنى تنال إعجابكم. الآن بعد أن ذابت نقوم بطرقها حتى تمتزج المكونات مع بعضها. وصارت جاهزة للتقديم. أحبكم أعزائي أعظم شيفات. ننتظرها تبرد ونحطها حافظة نظيفة، بلاستيك أو زجاج، انتو اللي تتوفر عندكم. مع العلم انه هاي القهوة هي مركزة، حيث كل ما تستخدمون فنجان قهوة مقابيله فنجانين مي. يلا تستخدم. ألف عافية. أتمنى تنال إعجابكم وجربوها، حلوة وطيبة. مع السلامة.